ما قعدنا القعدة دي يبقى احنا جايين نتكلم عن شوية حاجات أرجوكي ما تعملهاش مع بنتك خالص. كويس محدش يقول لماما ان انا بغسل فرش في الحلة بتاعة اللبن. بنتك ملهاش اي ذنب في خلافاتك ومشاكلك مع باباها، وانا هنا مش جاية اتكلم انها مثلا لما يحصل حاجة بينك وبين باباها تروحي تشتكي لها، دي حاجة كارثية لو انتي بتعمليها. بس انا بتكلم في الاكتر اللي انا مش عايزاكي خالص تعملين، ارجوكي لو في مشاكل بينك وبين اي حد اوعي تصبي ده على ولادك. صوت انتي لما تيجي تصبي ده عليهم النهارده، هما بكره برضه هيجوا يصبوا نفس الشيء ده عليكي. ترجعي تقولي عيالي ما تربوش، عيالي ما عملوش، ليه البنت بتعاملني كده، ليه بنت عنيفه قوي معايا كده. هي الحقيقه ان بنتك عنيفه معاكي ومش لطيفه معاكي بسبب ان انتي اصلا من البدايه ما كنتيش لطيفه معاها بس. والامهات بيبقوا فاكرين ان بناتهم او ولادهم يعني هم لازم يطلعوا ملايكه من اللا شيء. بس هي مش بتبقى واخده بالها بقى ان هي لما تكذب بنتها تطلع كدابه زيها، ان هي لما تبقى ست بتاعت حوارات بنتها تطلع بتاعت حوارات شبهها. ان هي، وانا هنا على فكره مش بتكلم عن البنات الكبيره، لانه غالبا البنت لما بتكبر خلاص يعني هي بتبقى عارفه ايه الصح وايه الغلط، يعني لو ربنا رايد ليها ده يعني ان هي يكون عندها بصيرة كويسة. يعني في الفترة اللي هي بتاعت التربية اللي فجأة الأم مثلا اللي هو 16 17 سنة تقول ايه ده بنتي ما بقتش مؤدبة. الحقيقة ان بنتك دلوقتي مش مؤدبة او مش لطيفة بسبب ان هي شايفة عدم لطفك ده مع الناس. لو الأم عصبية طول الوقت، طبعا في أطفال مختلفة، بنتها بالتبعية هتبقى فاهمة دي بس طريقة التواصل، يعني هي تبقى عارفة ان ده طريقة تواصل، فهي ما تزعليش لما بنتك تتعصب عليكي، هي ما تعرفش طريقة تانية للتواصل. غالبا في وسط الناس اللي حواليا ببان هجومية جدا مع الأمهات، لأن أنا بجد بحس إن الأمهات بيبقوا متوقعين حاجة من بناتهم. وأنا هنا بتكلم على البنات بالذات كالعادة، مش بيفرقلي الولاد قوي عشان ما جربتش تربية الولاد، احنا كلنا كنا بنات فمعرفش غير ده. يعني نظر بقى عن كل ده، بس انا ورايا فرش كتير جدا استنى اقول لكم. بغض النظر عن كل ده ايه، بغض النظر عن كل ده، الام وانس ان هي تشوف نفسها ان هي ام من غير ما تحترم. كنت سمعتها من مذيعة قبل كده، احترموا انسانية بناتكم، احترموا انسانية ولادكم، ان ابنك او بنتك دي انسانة من حقها تغلط. الطبيعي ان هي تغلط، الطبيعي ان هي ما تكونش احسن حاجة في طول الوقت، الطبيعي ان هي تعمل حاجات مش على مزاجك لان هو بني ادم. بس الاهالي بيبقى فاكر هو ما هو لو غلط هيكون غلط في حقي، ما هو ممكن يجيب لي انا الكلام، ما هو ممكن مش عارفه ايه. ابنك مش جزء منك، ابنك وتصرفاته وهو مسؤول عنها. وعلى فكرة احنا مثلا واحنا يعني انا دلوقتي عندي 25 سنة، بفتكر غلطات مثلا انا عملتها وانا عندي 14 سنة او حاجة، كان جزء من الغلطات دي بسببي، وكان جزء منها تربيتي او البيئة اللي كانت محيطة بيا مثلا او كذا، او افكاري وقتها اللي هي ما كانتش داخلة في عقلي بأحسن شكل يعني. فاول بقى ما تلاقي ام قدامك بتقول ما هي يا بنتي لو عملت كده ده عيبه في حقي انا، حياتي طز فيكي. يعني انتي اول ما تفكري ان غلطة الشخص اللي قدامك هتبوظ شكلك، انتي طز فيكي. ليه بقى؟ لان غلطة بنتك انتي المفروض تصلحيها مش عشانك، انتي المفروض تصلحي غلطة بنتك عشانها. يعني انتي بنتك لو مش بتتعامل باحسن طريقة مع البني ادمين، ما تقوليش يا بنتي خلت منظري وحش قصاد الناس، لا، انا عايزه اعرف بنتي جابت التصرف ده منين، فعشان كده فعلى الاساس ده اصلح لها التصرف ده عشانها هي، انا طز فيا. ان في حاجه دايما في بالي كده في موضوع الخلفه والتربيه وكذا، ان وانس ان انا بقيت ام انا انتهيت. وعلى فكره على عكس ما يعني بيجي في بال ناس كتير قوي اللي هو انا حياتي اتدمرت، لا، في حاجات كتير قوي باخد بالي منها كده، لا في حاجات ما مش المفروض اهتم بنفسي فيها. يعني الشغل الشاغل بدل ما انا هقعد اطور من نفسي عشان نفسي، لا انا قاعده اطور من نفسي دلوقتي عشان بنتي، عشان ولادي، عشان يكونوا احسن. انا على فكره انا عارفه ان اكتريه الناس اللي بيتفرجوا عليا اصلا بنات في سني وكده مش امهات، ولكن لعل وعسى ام تكون قاعده بالصدفه تتفرج على الفيديو ده، يمكن تلاقي غلطه بتعملها مع بناتها. وانا لسه مكمله يعني، احنا بصوا الفرش قد ايه اصلا ما غسلتش، احنا لسه قاعدين سوا شويه. ففي حاجات كده بالتبعيه، يعني حتى لاي مامي جديده داخله معانا الدنيا دي، داخله معانا لسه ما دخلتش، هتنتهي بقى فكرتها.
يعني مش هبقى مهتمه اكتر حاجه انا لازم اكون لابسه على الموضه او مش عارفه بتكلم ازاي قصاد الناس. اكيد انا خلاص يعني. بصوا انت المفروض اصلا قبل ما تتجوزي وقبل ما تخلفي تكوني انت تمام، شخصيتك تمام، عارفه تتصرفي تمام، كل الكلام ده تمام تمام تمام. وانس انك تخلفي خلاص بقى. انا يعني نقول مش هنقول 100%، بس انا 90% شخصيتي تمام، طريقتي كويسه عشان ولادي يشوفوا ده عليا فيبقوا زيي. بس بقى مش هفضل انا مهتمه بهم عملوا ايه فاثر عليا، وهم اتكلموا ازاي فعمل. لا، احنا بنربي شخص، فلما نيجي نربي شخص احنا بنركز كل تركيزنا عليه هو، مش على تأثير عمايله علينا. لا، طز فينا خلاص، احنا عشنا فيه وفيه كفاية لوحدنا، دلوقتي مسؤوليتنا هم مش مسؤوليتنا نفسنا. يعني ايه، ارجو لو حد بيعارضني في الكلام ده كله ما يقوليش. انت اول ما تحسسي بنتك ان الغلطة لا تغتفر وان غلطتها الصغيرة هتأثر على البيت كله، انت بتدمريها وانت مش اخده بالك. لان بنتك اللي عندها 13 لحد 20 سنة هي لسه بتكون شخصيتها، فهي مش عارفة ايه المناسب ليها وايه اللي مش مناسب. فوانس انك تحسيها ان غلطتها اثرت على حياتكم كلها، دي حاجة مش في مصلحتك. مصلحتها هي، زي ما اتفقنا، هي مصلحتها اولا. بحب اتكلم عن الامهات قوي، لان انتوا بصراحة بتغيظوا. صراحة انتوا ما تتجوزيش ارجوكي وانتي ما عندكيش مبادئ، ما تتجوزيش وتيجي تخلفي وانتي مش عارفه انتي بتعملي ايه، ما تتجوزيش وتيجي تقولي انا عايزه اخلف وانتي لسه مش عارفه ازاي هتتصرفي مع ولادك، ازاي هتربيهم، ايه الحاجات اللي مسموحه وايه الحاجات اللي مش مسموحه. مش بنخلف عشان الله عايزين نخلف ونشوف بيبي كبير الكلام ده كله. بنخلف واحنا عارفين احنا بنعمل ايه، لان اللي جاي الدنيا ده مش ذنبه خالص ان امه مريضه نفسيه. اوكي، مش ذنبه خالص ان امه ما تربتش صح، مش ذنبه خالص ان امه ما عندهاش مبدأ او ما عندهاش دين. في حاجه زي ما قلتلك بتعمليها معاه هتشوفيها منه، بس انتي مش مستوعبه انك بتشوفي ده منه، بس انتي بتشوفيها منه عشان انتي لازم تشوفيها منه على فكره، عشان انتي مش شايفه صح. انتي حكمك على تصرفاته كأنك انتي زي ما قلتلك كده الميز بتاعته، متوقعه منه هو دايما الحاجه الصح. طول ما هيعمل الصح طول ما انتي بتعملي اللي غلط قصاده وهو شايفه ومتربي عليه. طبعا انا خلصت كلام لحد كده، طبعا ما خلصتش كلام ابدا في المواضيع اللي شبه كده عشان بستفز جدا، ولكن خلصت كلام لحد دلوقتي. بشوفكم في فيديو تاني واحنا متضايقين سوا كلنا من الامهات.